دقيقة قبل لا نبدأ المقطع، حطوا لايك واشتركوا معانا، ولا تنسوا تضغطوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين. صلوا عليه. مساكم الله بالخيرات. اليوم زي ما انتم شايفين عندي وصفة طرش حجازي انطلب مني، وهذه هي القارورة بعد ما سويت الطرشي، وتلاقوا المقادير كلها موجودة في صندوق الوصف. الخضار عندي زي ما هي، ما سويت فيها ولا شيء ما عدا زهرة القرنبيط. حطيتها في مويه حارة لمدة 5 دقائق، وبعدين حطيتها في المصفاية لغاية تتصفت كلها. طبعا كله موجود قدامكم، زيت البهارات كله حتحصلوها. نشوف الطريقة وقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجمع الخضار كلها في الزبدية. هنا عندي طبعا كركم وملح خشن حق البحر وسكر، اخلطهم مع بعض مظبوط. كوبهم على الخضار واخلطهم مظبوط. اخلي كل الخضار تتغلف بالكركم والملح والسكر. هحط بذور الخردل والحبة البركة واحط عليهم الزيت واخلطهم. طبعا يا جماعة انتوا تقدروا تضاعفوا الكمية، تنقصوا الخضار، كل واحد حسب ما يبغى. عندي 3 أكواب زيت هحط عليها. هذه عندي الحبة البركة والزيت، هخلطهم فوق الخضار وحقلب مظبوط. لا تنسوا ذكر الله والصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه من الترشيات المحبوبة عندنا في الحجاز ونحبها دائما. طبعا تحبوا تحطوا الفلفل، تزيدوا الفلفل، تحطوا شرايح توم، كل واحد اختيار حسب ذوقه. عندي مرطبان قزاز جاهز معقمته بمويه حاره، لازم علشان لا يتخرب عندي الترشي. هحطه كل كميه فيه. لا اله الا الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. حطيت الخضار في المرطبان زي ما انتم شايفين. الحين هحط عليه كوب خل ابيض، وطبعا هغلفه بنايلون واقفل عليه. هخليه في المطبخ لمده يوم بكامله برة الثلاجة. بعد اليوم احطه في الثلاجة ويفضل من اسبوع ل10 ايام، يكون بعدها ان شاء الله جاهز للاكل. يا رب تكون الطريقة بسيطة وسهلة ووصلتكم. إن عجبتكم انشروا حسابي، لا تنسوا ذكر الله والصلاة على الحبيب، واذكروني بدعوة واعملوا لي لايك، وشكرا.